اهلا بيك يا صديقي العزيز. طبعا بعد اللي انت شفته المستوى اللي ظهر بيه بورتو وبالميراس، فانت يعني في اتطرحت مليون سؤال هنحاول ان احنا نتكلم فيهم النهارده في الجزء الاول من الحلقه. الجزء الثاني محتاجين ان احنا نتكلم عن النادي الاهلي، عشان في حاجات انت عارف ان انا بسجل الحلقه على طول بعد المباراه مباشره، انا ما بتابعش اخبار مش عارف ايه، لكن في حاجات محتاجين ان احنا نقف عليها عشان نكون منصفين. محتاجين ان احنا نتكلم على حظوظ النادي الاهلي بمنتهى الصراحه بعد اللي احنا شفناه النهارده، وهنتكلم شويتين كده عن بالميراس المنافس بتاع النادي الاهلي المقبل، عن ظروف المباراه. لكن خليني اقول لك في البدايه ان المباراه دي من المباريات اللي كانت على قد ما هي يعني غابت عليها الاهداف، لكن اكيد انت شفت كان في اثاره كبيره جدا جدا. خليني اقول لك بمنتهى الصراحه ان بالميراس، رغم ان احنا كنا اتكلمنا في حلقه قديمه قلنا انه بالميراس اللي انت لعبته في كاس العالم للانديه قبل كده مختلف تماما عن بالميراس اللي موجود دلوقتي، والاسماء اللي موجوده مختلفه تماما. لك ان تتخيل انه بالميراس هو اعلى قيمه تسويقيه في امريكا الجنوبيه كلها ب 255 حاجه زي كده. عنده لاعب مرعب، اعلى صفقه تقريبا كانت موجوده اللي هو فيتور روكي، صفقه لنادي برازيلي يشتريها يعني في الفتره الاخيره، كان المهاجم اللي هو فيتور روكي حوالي 25 مليون يورو حاجه زي كده. لكن رغم ده على الصعيد المحلي الامور مش افضل حاجه. على الصعيد المحلي هو كان الرابع، على الصعيد المحلي هو كان خسران من كروزيرو 2-1 في المباراه الاخيره قبل ما يلعب كاس العالم للانديه. قبلها برضو بمباراتين كان خسر امام فلامينجو 2-1. كمان كان عنده تغيير على صعيد الخطه، يعني هو كان بيلعب بال 4-2-3-1 بريرا المدير الفني بيلعب بال 4-2-3-1، النهارده ظهر بال 3-5-2 او 3-4-2-1، وده نفس اللي ظهر بيه في المباراه بتاعت كروزيرو. وعايز اقول لك ان هو كان خسر مباراه كروزيرو، فيعني كانت غريبه بالنسبه لي ان هو يلعب بنفس الثلاثه. لكن الثلاثه دول مع الثلاثه بتاعت بورتو، ال3-4-3 اللي بيلعبها، مع ان مساحات الملعب ميت لايف اللي هو مختلف عن هارد روك اللي كان بيلعب عليه الاهلي وانتر ميامي، المساحات مختلفه. تقول لي يا عم شريف ما كلها ملاعب، اقول لك لا طبعا انت عارف انه المساحات مختلفه. المساحه القياسيه اللي هي بتبقى 105 على 68، 105 طول على 68. لكن تخيل معايا كده انه ملعب اللي هو ميت لايف ده اللي كان بيتلعب النهارده عليه المباراه، ده مساحته قد ايه؟ 109 طول في 48 عرض. فطبعا ده يعني مع اللعيبه اللي موجوده، مع طريقه اللعب الثلاثه فرقتين فاتحين الملعب، مع العمق اللي موجود، مع حاجات كتيره جدا، فده صعب المباراه بشكل كبير جدا. ورغم ده انت شفت المهاره البرازيليه، شفت ان بورتو عنده اسماء قويه جدا، شفت الثلاثي القوي جدا اللي موجود عند بالميراس. فيتور روكي الراجل اللي انا قلت لك عليه ان هو اغلى صفقه في البرازيل ده، والناحيه الثانيه في عندك ستيفاو، ده حاجه قويه جدا جدا يعني، حاجه فظيعه، ورايح اوروبا يعني، راجل معديه القيمه التسويقيه بتاعته حوالي 55 مليون يورو. وكمان ماوريسيو، فهو عنده ثلاثي في منتهى القوه على الصعيد الهجومي. الفرقه كلها يعني برازيليين في الاول في الاخر. اللي قلل من وجهه نظري المباراه دي انها تطلع بالشكل ده هو ان الملعب زي ما قلت لك العرض بتاعه قليل. صدقني دي فرقت بشكل كبير جدا جدا، لو كان في مساحات كنت هتشوف يعني الوضع مختلف. النادي الاهلي سافر النهارده، راح مدينه نيوجيرسي عشان هيلعب مع بالميراس. انت عارف يوم الخميس هتبقى المباراه الساعه 7 على نفس الملعب. تقول لي هو ده في مصلحتنا ولا لا؟ هقول لك انه يعني هو دي المساحه طبعا وضع طبيعي، انت بتضايق وبتكون مساحات اقل، لكن برضه انت بتلاعب فرقه برازيليه، فهو عنده الحلول في الواحد على واحد، بيقدر ان هو يعدي في المساحات الضيقه. لعيبه مهاريه عندها مهاره، شفت انت المهاره اللي كانت موجوده في المباراه بشكل كبير. فبرضه دي حاجه بكلمك بمنتهى الامانه، دي حاجه يعني ما تخلكش ان انت تطمن قوي، لان هو برضو عنده حلول، هي دي الفكره. لكن الفرقه بصراحه فرقه في منتهى القوه. نتيجه التعادل اللي حصلت النهارده طبعا هي في مصلحه النادي الاهلي بشكل كبير، لانه يبقى الوضع على ما عليه. وما اكذبش عليك برضو يعني يا صديقي العزيز، يعني الواحد مش عايز يقول لو لكن تخيل انت لو فايز في المباراه، ركله الجزاء بتاعت تريزيجيه سجلت، ولا حسين الشحات اللي سجل الفرص، ولا الفرص اللي جت في الشوط الاول، ولا ظهرت بالشخصيه بتاعتك واللي كان متوقع مع اضعف فريق. اظن انت شفت يعني اللي حصل النهارده ده يبين لك قد ايه ان انت داخل على ناس عندها حلول جامده جدا، وعند فرق تقيله جدا وتكتيكيه، وهنتكلم عنهم بالتفصيل انت عارف يعني. لكن بشكل عام لو انت كنت فزت امبارح، انت كنت هتبقى اول المجموعه اللي فيها بالميراس وبورتو وانتر ميامي، لانه الفرق دي لما تروح تلاعب ميسي ولما تروح تلاعب انتر ميامي
وجهه نظري الناس دي هتفوز. فانت بتتكلم في واحد دلوقتي هو عنده 4 نقط وده عنده 4 نقط، لان كل واحد فيهم هيفوز على انتر ميامي. وجهه نظري ان شاء الله يحصل عكس ده يعني، وحد وانتر ميامي يعطلهم شويه. بكل المقاييس التعادل ده في مصلحتك، لانه يخلي الامور زي ما هي. هتقول لي ما احنا تعادلنا، انت لسه بتقول تعادلنا مع المنافس الاضعف. هقول لك والله بعد اللي انت شفته النهارده، لو انت عاوز تبقى تتاهل لازم تكون في منتهى القوه من الاخر. لو انت بعد اللي انت شفته النهارده شايف انه النادي الاهلي مش هيقدر والكلام، خلاص يبقى شكرا جزيلا، يبقى احنا مش قد الناس دي. يبقى انت ازاي هتتاهل في مجموعه زي دي؟ بس انا عايز اقول لك على حاجه، انت شفت المجموعه الثانيه موجود فيها مين؟ المجموعه اللي فيها باريس سان جيرمان اللي ضرب النهارده اتلتيكو مدريد 4. دي اللي انت يعني طلعت تاني المجموعه تروح تقابل باريس سان جيرمان. انا يا صديقي العزيز مش بحبطك، بس انا عايز اقول لك ان انت لازم تكون قدام قد المستويات دي. وان كان انا بقول لك مباريات النوك اوت مختلفه وحساباتها مختلفه عن مباريات دوري المجموعات، يعني ساعتها هنتكلم. لكن انت دلوقتي بتفكر في الصعود. انا بس عايز اقول لك ان انت في مونديال الانديه، انت كل المنافسين اللي موجودين صعبين جدا، بس هرجع واقول لك ان المنافس بتاعك الميزه اللي هو بورتو هو اقل الفرق الاوروبيه انت ممكن ان انت تقابله، والموسم بتاعه موسم سيء مش افضل حاجه، عنده عناصر قويه جدا ومش عارف ايه والكلام ده. لكن في الاول وفي الاخر انت ما قابلتش بايرن اللي رزع فريق اوكلاند 10. انت متخيل النتيجه عامله ازاي؟ باريس سان جيرمان رزع اتلتيكو مدريد 4 يعني. فهو ده اللي انا اقصده، انت في مجموعه كان في المتناول. الفكره بقى ان انت الوقعه اللي انت وقعتها امبارح دي، ومع المستوى اللي انت شفته من بورتو ومن بالميراس النهارده، ده يبين لك ان انت لازم تكون قد الناس دي. ده يبين لك ان انت لازم تعيد ترتيب البيت. ده يبين لك انه انت عندك فرصه دلوقتي بعد التعادل اللي حصل ما بينهم. انت عندك فرصه من وجهه نظري. خلاص احنا رجعنا ماتشين، تقول الماتشين دول صعبين، اقول لك في النهايه هم ماتشين، في حد هيوقع التاني. فقد ترى مفاجآت في المجموعه دي. لازم النادي الاهلي يلملم البيت بشكل كبير جدا. الجزئيه الثانيه يا صديقي العزيز، ان لابد ان يكون في تغيير في الخطه بتاعه النادي الاهلي وطريقه اللعب، وربما في بعض العناصر. لان انت شايف الفريق اللي قدامك بيلعب بالثلاثه، رغم ان انا قلت لك ان هو بيلعب بالاربعه 2 3 1 اساسا يعني، لكن هو دلوقتي بيلعب بالثلاثه، ففاتح الملعب وبيلعب كمان في العمق، عنده عناصر قويه جدا على مستوى الارتداد، عكس انتر ميامي مدرسه مختلفه تماما. ويمكن احنا هنتكلم بالتفصيل يعني على موضوع الخطه المناسبه، وكمان هنتكلم على العناصر اللي ممكن النادي الاهلي ان هي تشارك او يشاركها في المباراه دي. كل الحاجات دي هنتكلم عنها بالتفصيل، لكن اللي انا متاكد منه ان لازم يكون في تغيير على صعيد الخطه زي ما احنا قلنا وطريقه اللعب. الجزء اللي بعد كده بقى هو خاصه بركله الجزاء بتاعت امبارح. ركله الجزاء دي ناقوس خطر بشكل كبير قوي. اتمنى ان يكون في شخصيه للمدير الفني في الموضوع ده. انا امبارح ما رضيتش اعلق قوي على تريزيجيه، لان انا مش عارف فعلا مين ترتيب مسددين ركلات الجزاء. انا بكلمك بمنتهى الامانه، يعني انا ما عنديش معلومه مين هو رقم 1 بعد ما جه تريزيجيه، بعد ما جه زيزو. فعرفنا بقى ان الترتيب ركلات الجزاء هو كان وسام ابو علي، وبعدين زيزو، وبعدين تريزيجيه. وده يا صديقي العزيز هو منطقي جدا لو جيت بصيت على الارقام بتاعه نسبه نجاح كل لاعب في الثلاثه، ان هو يقدر ان هو يسدد، او نسبه نجاحه ان هو يسجل الهدف يعني من ركله الجزاء. هتلاقي انه وسام ابو علي هو 81.25 من 100، 81 وربع. هتلاقي ان زيزو 81.39 من 100، يعني ازيد منه بحاجه صغيره، يعني يعتبر الاثنين زي بعض، زيزو وسام ابو علي. اما بقى تريزيجيه، وانا ما انكرش اطلاقا ان هو بيسجل ركلات الجزاء، واحنا شفنا ان هو في المباراه اللي امام باتشوكا شفنا زي روعه عظمه يعني هو بيسجل. لكن مين الافضل؟ وتريزيجيه كمان لعب بتاع 10 ضربات جزاء مضيع منهم 4 تقريبا، حاجه زي كده. بيعرف يسدد، لكن في ناس متخصصه بتعرف انها تحط الكوره في المرمى. فبصراحة اكتشفت ان هو في الترتيب الثالث، ودي حاجة مؤشر سيء جدا. بنقول ان هو نجم الفريق، اشدت بيه، اتكلمت عن عقليته، اتكلمت عن كل صح ولا لا. لكن لما يطلع الموضوع بالشكل ده، ان هو من نفسه ترتيب ثالث يكسر الترتيب ده، فده ما ينفعش. تقول لي الاهلي عمل غرامة ومش عارف ايه والكلام ده كله، اقول لك على راسي صح، عندك حق. لكن غير الغرامه لازم المدير الفني يكون عنده شخصيه في الموضوع ده. هو كان موجود فين وتريزيجيه بيلعب الكوره؟ ان فلان، انا في البدايه في اول مباراه فلان هو اللي يسدد. فدي كانت غريبه ولقطه ما تنفعش ولقطه خطيره. الجزئيه اللي بعد كده بقى هي خاصه بالموضوع بتاع اشرف بن شرقي، واللي اتقال انه اشرف بن شرقي كان في ازمه ما بينه وما بين ريبيرو، بسبب او مش ازمه، هو الراجل عرف انه مش هيلعب
المباراه اساسي يعني، فبدا ان هو يلوي بوزه وده طبيعي. والمدير الفني انه يتعامل معاه ويستبعده، انا بقول لك ده طبيعي، لان المدير الفني لازم يكون له شخصيه، واتمنى ان ريبيرو يكون عنده شخصيه ان شاء الله ان شاء الله يعني. لسه مش عارفين اي حاجه، لسه مش واضح اي حاجه، تعامله زي ما احنا اتكلمنا في الحلقه بتاعته مع النجوم، احنا ما شفناهوش تعامل مع نجوم، فعايزين نشوف هو الوضع عامل ازاي. لقطه ركله الجزاء قلت لك عليها، لقطه اشرف بن شرقي، الطبيعي ان هو لما اشرف بن شرقي يلوي بوزه الطبيعي ان هو يتعامل معاه ان هو يستبعده. لكن سبحان الله يعني الواحد بيقول ان هي نصيب وكل حاجه في الدنيا، مش حد عارف الغيبيات ايه. لكن لو اشرف بن شرقي هو اللي نزل مكان حسين الشحات، اعتقد ان هو ترتيبه حتى قبل حسين الشحات تقريبا يعني، فالله اعلم كان ممكن يبقى الوضع ايه لو هو اللي موجود في نفس الكوره اللي جت في الاخر. لكن في الاول وفي الاخر انت صعبتها على نفسك. شفت المستويات بتاعت النهارده، لكن المستويات المجموعه خدمتك، لان الوضع يعني انت شفت كان ماشي عامل ازاي يعني، فالمجموعه خدمتك وبقت النتيجه صفار. ما زال الموضوع بايدك، عاوز تتاهل لازم تكون قد الناس دي. اتمنى ان اللي حصل امبارح ده يكون سبب في التكاتف، اتمنى ان اللي حصل امبارح ده يكون سبب في ان احنا ان كل واحد يراجع نفسه، وكل واحد يبتدي يطلع 100% بتاعته. لو انت عاوز تتاهل من الاخر، لو انت عاوز تتاهل يبقى انت الفريق اللي انت شفته النهارده انت تقدر ان انت تكسبه، ما قدرتش ان انت تكسبه ما تنتظرش هدايا من اي حد. دي من وجهه نظري يا صديقي العزيز. قول لي انت بقى شايف حظوظ النادي الاهلي بعد تعادل بالميراس مع بورتو. كمان ما شاء الله شفت الناس كتيره جدا كاتبه في الكومنتات وكاتبه حتى على الجروب بتاعنا على الفيسبوك، يعني هو تحليلات للفرق المنافسين، حاجه يعني ما شاء الله في منتهى العظمه. قول لي رايك في بورتو او في بالميراس تحديدا، المنافس الجديد بتاع النادي الاهلي. احيانا ما تزعلش مني لما اكون انا قايل لك على حاجه اعملها وبعدين يحصل اي ازمه، بيكون غصب عني والله، زي ما عملنا مع انتر ميامي، ضمينا الاثنين مع بعض. فهنحاول بامر الله تعالى نعمل حلقتين بامر الله تعالى. ما تنساش ان انت تدعي لاخواتنا في فلسطين وايضا لبنان لعل الله يزيل الغمه. هنتظر تعليقك، اشوفك الحلقه الجايه.